ما نساوش 5.44% من الناتج الوطني الخام، اعلى مستوى في العالم. المغرب عنده 0.7%. اذا هذه المعطيات مهمه، وبالتالي عندها بحث علمي متطور، وخاصه في المجال الفلاحي في البيوتكنولوجي. وبالتالي كتقلب على انها حكم انها عندها شركات كبرى كتشتغل على مستوى العالم في الانتاج الفلاحي، فهي كتقلب على توسيع المجال الاشتغال ديالها. وبالتالي مشات لمصر بدايه، في الاردن، بعد مشات دابا كتقلب على السودان، ثم جات المغرب، واخيرا جات المغرب. وحنا كنعرفوا هذا الشيء، كان عشنا في واحد الفتره معينه في المعهد ديال اكادير، المركب ديال اكادير البستانه، جاو وبداو كيشتغلوا كجواسيس، كيجيو للمؤتمر النهار الاول، لكن النهار الثاني ما كتعاودش تشوفهم، ينتشرون في الارض وكيسرقوا الماده الجينيه، كيمشيو يقطعوا فيما، يمشيو يقطعوا شويه اللوز، شويه التمر، شويه هذا، شويه هركان ويديو. انا غنرجع لهذه النقط فيما بعد، لان داك الشيء بان دابا، داك الشيء اللي دار هذه واحد 30 سنه بدات كتبان النتائج ديالو دابا. اذا قلت انهم جاو دخلوا بداو حاولوا انهم يديروا اختراق في الجامعه، لكن بما ان التطبيع كان توقف في 2000، لكن بتوا الجذور ديالهم. جاو شركات كبرى في ثلاثه المجالات: مجال ديال البذور، مجال ديال المعدات ديال السقي وخاصه السقي الموضعي ولا التنقيط، والمجال ديال الاسمده الدائبه لي زونغري لي هيدروسوليو. ثلاثه ديال المجالات، وداروا شركات وانتشروا وسيطروا على السوق، وخاصه المنطقه ديال السوس مسا، لدرجه ان كاين بعض الارقام، لان هذه الاحصائيات في هذا الشيء هذا لعلمكم انها ما كايناش، والصعيب ديالنا انا اتصل بشحال المهنيين وكذا باش كندير تقاطع المعلومات باش نحاول نطلع. يبدو انه 80% ديال البذور اللي كتباع في المغرب ديال الخضروات المصدر ديالها اسرائيلي، اما في شركات باينه، ولكن بطبيعه الحال من بعد طوروا الاستراتيجيه ديالهم، ولاو كيتخفاو، ولاو كيدخلوا مع شركات مختلطه، او لا كيدخلوا عبر شركات هولنديه اللي هي من اكبر كذلك اللاعبين على مستوى العالم باش يبيعوا البذور في المغرب. هذه القضيه البذور مهمه للغايه. علاش؟ لان هي الامن الغذائي. تصوروا المغرب خامس الى سادس منتج عالمي ديال الطماطم، 40 سنه هذه ما قدرش يطور البذور، اللي هو ما عندوش تكنولوجيا ديال انتاج البذور، مازال كيعتمد 80% على البذور الاسرائيليه. بذور اسرائيليه غير قابله ديبلويد، يعني ديبلويد معناها كتستعمل مره واحده بحال الدلاح، تستعمل مره واحده، بالتالي خصك ضروري تبقى تشري من عندهم. انا غنرجع هذه القضيه ديال، لان كنناقشوا مع الاساتذه في الجامعه تيكررونا تكرارا، وما تخلطوناش بين السياسه والعلم. كاين هذا الكلام، هذا هو اللي بغينا نواجهوا. التطبيع خصنا نبداو بهذه المنطلقات. هادوك دوله متقدمه غنستافدوا منهم. انا غنجي لهذه القضيه ديال الوهم ديال الترونسفير التكنولوجي ديال الاستفاده، وغنركز على الجانب الفلاحي. يمكن انا ما كنعرفش قطاعات اخرين، لكن نركز على الجانب الفلاحي. اذا قلت 30 سنه مازال حتى شي مختبر، حتى شي شركه في المغرب كتنتج البذور، لا زلنا بعد 30 سنه كنستعملوا بذور اسرائيليه. تقريبا 90% ديال المعدات ديال السقي شركات اسرائيليه، لدرجه انهم وضعوا وحدات صناعيه في المنطقه ديال الدار البيضاء اللي كتصنع مواد لكل هذاك الشيء ديال التنقيط. والمناسبه السياسه ديال المغرب الاخضر اللي كان جابها خنوش كانت بالنسبه لهم ينوبان، لان كان وضع هذه القضيه ديال التعميم ديال السقي بالتنقيط، والمورد الاساسي هو اسرائيل ومن عندنا. ثم القضيه اللي قلت لكم ديال لي زونغري لي بوسيليب، هذو ثلاثه ديال القطاعات اللي كانوا خطيرين. قلت انهم بداو كيسرقوا الشتلات والبذور. وكاين واحد الاتفاقيه مهمه ديال في اطار تابع الاتفاقيه ديال البروتوكول ناغويا، اللي هو تابع للاتفاقيه الدوليه. يمكن بزاف الناس ما كيعرفوهاش هذا المجال ديالنا، لكن اتفاقيه تابعه للاتفاقيه الدوليه حول التنوع البيولوجي ديال البيروفيرسيتي. هذه اتفاقيه ناغويا اش تقول؟ اتفاقيه ناغويا كتقول بان كتهدف على انه يكون توزيع عادل اللي نابع عن استغلال المواد الجينيه ولا الموروث الجيني. مثلا اسرائيل جات خدات اركان ومشات طوراتو ودارت ولات صناعه متطوره عندها، خص يكون عائد للمغرب. ووضعت كذلك اليات لمحاربه ما يسمى بالقرصنه البيولوجيه. فاسرائيل مارست القرصنه البيولوجيه على المغرب. في التمر دات المجهول، طوراتو حتى ولا قابل انه طورت يعني المكافحه ديالو الامراض، وانه ولا قابل انه يدار في مناطق المالحه، وحسنات حتى من الجوده، وبدات كتبيعو باسم مدجول كتبيعو وكتنافس به اسواق اللي هي المغرب. وباش ما انكم كتعرفوا بان الاكبر المستهلكين ديال التمور هما المسلمين، باش هذيك الحمله المقاطعه ديال التمور بدات كتجي كذلك دارت ضيعات في المغرب ودارت ضيعات في الاردن، وكذلك في فلسطين عندنا طرق ملتويه انها تبيع ديك التمور انها منشا غير اسرائيلي،
مع المناسبه اسرائيل من اكبر المنتجين الفاعلين العالميين على مستوى التمور في العالم. داتنا ارغان طورته كذلك المقاومه ديال الملوحه والامراض، وخرجت واحد الصنف 100 كيسميوه صنف 100، وطوروا كذلك الصناعه جد سريه لتطوير الزيت الجوده ديالو، ولاو دابا كيصدروه وكيشيروا على ان المنشا ديالو من المغرب. كيتوروا ولا دابا يعني كاين منافسه مباشره للمغرب. زيد على كذلك دابا الافوكا شنو المشكل ديالو؟ افوكا كيستهلك البان بزاف، ما بقاش عندهم الماء، حتى الماء اللي عندهم ذو جوده ضعيفه. كانوا عندهم شركاء في المكسيك كيصدروا دابا الافوكا هما من بين الفواكه الاكثر اقبال، اللي عليها اكثر اقبال على مستوى العالم. كاينه موضه دابا الان ديال الافوكا. اسرائيل كتنتج تقريبا 250 الف طن سنويا، كتغطي واحد الحجم كبير ديال الاحتياجات ديال اوروبا. كيتصدر من المكسيك ومن بعض الدول. المكسيك دابا حاطر الجفاف، حتى بعض الشركات ديالها سدات، فجاو للمغرب. المغرب خداو 455 هكتار، 80 مليون درهم ديال الاستثمارات، ويمكن مازال العطي يعطي، مازال يمكن يبانوا ضيعات اخرى الى اخره. علاش جات؟ لان ما عندهاش الماء، ما عندهاش هذا، جات باش تنجم الفرشه المائيه ديالنا، خاصه انه ماء عذب، وجات باش تجي حدا اوروبا، لان كان خاصها سيمانه باش تهز لافوكا من اسرائيل. دابا جات حدا اوروبا، وجات باش تستغل كذلك اتفاقيات الشراكه ديال المغرب ديال التبادل الحر اللي المغرب عنده، لان هاد لافوكا اللي غيمشي منشا المغرب. اذا عارفين اش كيديروا، جايين باش انهم، ثم نسيت انهم سرقوا حتى اللوز وطوروه كذلك، ولاو كينتجوه. لا ارغان، نعم اكيد. اذا خلاصه القول ان ما كاين لا نقل تكنولوجيا ولا تعاون تكنولوجي ولا شي حاجه، كاين فتح الاسواق، كاين تبعيه غذائيه. كيولي قطاع انه راهين راهين بليزانترون اللي كيجيو من اسرائيل. دابا غادي الى سمح لي السيد المسير 2 دقائق نتكلم هذه القضيه بزاف. طيب نظرا للمعلومات القيمه اللي كتقدم نسالوا معك. شكرا. اللي بغيت نقول انه على القضيه ديال